طيب هنا عايزين الاس يو. انا الاس يو بستخدمه لو انا هتنقل بين يوزر والتاني. لو هنا قلت لك مثلا علي، خلينا اسماء عشان علي احنا عاملين له هيدن. تمام، بنقول له اسماء وتديله اليوزر. دخلت على مين؟ اسماء. طب عايز اروح ليوزر تاني بستخدم مين؟ الاس يو. خلاص اس يو بديله اسم اليوزر. بتتكتب بشكلين، بتتكتب بالشكل ده او باجي في النص كده احط ايه داش كده او كده، مش هتختلف يعني، كده كده الاتنين شغالين معاك على الكالي عادي. طيب عملنا النانو والكات السودو والاد يوزر والاس. فايل لمين؟ الويتش واللوكيت والفايند. الثلاثه دول مسؤولين عن الفايند، السيرش. عايز ادور على حاجه. طيب اول كوماند معانا هو بيستخدم عن التول. لو انا هسكان عن او هبحث عن تول، لو انا هبحث عن ايه؟ تول معينه، هقول له مثلا ال اس. تعالى ما اجيبهاش ليه، احنا واقفين فين؟ عند الكالي كلر. يعني مش عايز كلر انا، اقول له مثلا انماب. طيب فجاب لك مين؟ قال لك الانماب والله دي موجوده فين؟ جوه اليوزر بن. طيب تعالى مثلا نجيب تاني السيكوال ماب. قال لك والله برضو موجوده فين؟ جوه اليوزر بن. طيب لو انا مثلا انا عندي هنا، انا واقف جوه الكالي. تعالى نخش كده في المكان بتاعنا. كنا فين؟ كنا في الاو اس بي داي 2. طيب عندنا برضو ايه جوه احمد في دايركتري، صح؟ طيب تعالى ننسخ ده كده، ناخد كاب هنا فلاج، ناخد فلاج عادي او تي سي دي كاب فلاج عادي. طيب فلاج ونضيفه جوه الهوم كالي او اس بي دايز، ونضيفه جواه ونرجع كده خطوه ورا. طيب انا قلنا هنا لما اجي ابحث عن تول معينه. طيب لو قلت له هنا فلاج، قال لك ايه؟ نوت فاوند. هو الراجل ده مش مسؤول عن الكلام ده، الراجل ده بيبحث عن تول فقط، بيبحث عن التول فقط. لو انا بستخدم مثلا الان ماب ومش عارف مكانها فين، طب اقول له والله انا هات لي ليه الان ماب دي. طيب الاسرع معانا واللي بنستخدمه اللي هو لوكيت. الاسرع معانا واللي بنستخدمه اللي هو لوكيت. خد بالك اللوكيت اسرع معانا بسرعه. يعني مثلا لو عايز سكريبت جوه الان ماب مثلا بيتكلم عن الاس اتش، بقول له ان ماب مثلا سكريبت اس اس اتش، فهو بسرعه جري جاب مين؟ الالماب، وجاب لي السكريبت اللي جوه، وجاب لي كل حاجه عن مين؟ الاس اتش. جاب لي كل حاجه عن الاس اتش. تمام، فده السريع معايا. طيب لو قلت له لوكيت فلاج دوت تكست، ما جابهوليش اللي هنا، ده فلاج في حته ثانيه، بس انا عايز اللي جوه مين؟ او اس بي. ما جابليش ده، قال لك ده جوه الداونلود مش عارف ايه، مالناش دعوه بيه. ما جابليش مين؟ اللي جوه الاو اس بي. ليه؟ قال لك هنا لوكيت بيستخدم داتابيز بيحصل لها ابديت كل فتره، مش ابديت كل شويه. ليه؟ لان هي بتستخدم بروسيس كتير، بتاخد امكانيات الجهاز يعني عشان تعمل ابديت كل شويه، فهي بتاخد من امكانيات الجهاز كتير. تمام. طيب عشان كده ما بتشتغلش كل شويه، بتشتغل كل ايه؟ فتره. بس انا ممكن اعملها مانوال، ممكن اقول له خد ابديت مانوال. نقولها ازاي؟ هقول له ابديت داتا بيز، نقول له ايه؟ سودو. طيب ايه اللي بيحصل؟ هو هيعمل ابديت دلوقتي، ولما المفروض لما نيجي دلوقتي نعمل لوكيت على الفلاج، ايه اللي هيحصل؟ هيظهر ايه اللي عندي اللي هو جوه مين؟ داي زيرو. هي بتاخر معاك شويه كده عشان كده قلت لك هي تقيله، مش هينفع كل شويه نعمل لها ايه؟ ابديت. لو جيت كده قلت له لوكيت فلاج، بص معايا ايه اللي حصل. ده القديم اللي عندنا خلاص، فبعد الابديت اللي حصل جاب لي الراجل اللي احنا عايزينه اهو، جاب لي اللي جوه احمد برضو اللي احنا خدنا منه الايه؟ الكوبي. تمام وصلت؟ طيب دي لما اقول له ايه؟ ابديت داتا بيز، لازم تكون شغال بمين؟ بالصوت، ومش اي حد هيشغل السيرفيس دي. طيب عندي كومنت تاني اسمه فايند. فايند من اسمها وعارفينها طبعا، يعني ايه؟ ابحث. طيب اقول له هنا بوينت، يعني ابحث لي في المكان ده على داش نيم، ابحث لي مثلا على فلاج. تمام، ما لقاش فلاج. احنا عندنا فلاج دوت تكست، صح؟ ابحث لي على فلاج دوت تكست، جاب لنا مين؟ فلاج دوت تكست. قال لي في واحد جوه احمد، وواحد ايه في الدايركت اللي انت واقف فيه. البوينت دي معناها الدايركت اللي انا واقف فيه، فتاخد بالك من البوينت. بوينت معناها الدايركت اللي انا واقف فيه. عندي طريقتين، ممكن اديها له بالطريقه دي. ممكن اقول له فايند، بس بدل ما اقول له بوينت اقول له لا والله ايه؟ جوه الهوم، جوه الكالي، جوه الاو اس سي بي، جوه مش عارف ايه كذا، اديله الايه؟ المكان اللي انا فيه بالظبط. تمام، بعد كده اقول له نيم فلاج
تمام، او اقول له ايه بدل كل الكلام ده كله بقول له بوينت فلاج على طول. تمام، وصلت الفكره؟ وصلت؟ طيب نراجع كده ايه على السريع كده قبل ما نخش على اللي بعده. بي دبليو دي بتعمل لي ايه؟ تعرض لي انا واقف على انه دايركتري، صح؟ انت واقف فين؟ مكانك فين؟ واتفقنا هي بتيجي التسلسل ازاي؟ اول حاجه اللي هي الفايل سيستم، تمام، اللي احنا واقفين عليه هنا ده. بعد كده بنبدا نخش ايه، نتشعب بقى. عندنا مين؟ عندنا البن، عندنا الاي تي سي، عندنا الهوم اللي احنا فيه. بعد كده بتخش على الهوم، عندك ايه؟ الكالي، كل يوزر ليه ايه؟ دايركتري. كل بقى جوه يوزر، كل يوزر اللي هو البروفايل بتاعه بقى، بتلاقي الداونلود والدوكيومنت والفيديوز وكل الكلام ده كله بتلاقيه موجود ايه جوه، يتعامل هو مع نفسه ايه فيه. انما مين ليه صلاحيات ياكسس على الناس دي كلها؟ السودو او الروت هو ليه صلاحيه ان هو ياكسس على الناس دي كلها، مش اي حد. خد بالك دي الطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح، قلت لك احنا اول 15 موديول بنتكلم ازاي ناكسس على ماشين. طيب بعد كده بنتعلم ازاي اطلع من يوزر زي اسماء، اتفقنا الاسماء مالهاش صلاحيات الروت، ازاي اطلع من يوزر زي اسماء اللي انا اخد صلاحيه السودو او اطلع على الروت. ليه؟ لان الماشين زي ما انت شايف كده بيبقى فيه فلاج موجود جوه البروفايل بتاع اليوزر دخلت عليه، وفي فلاج موجود جوه الدايركتوري بتاع الروت. فانت عشان تدخل هنا لازم تكون السودو، لان ده من ضمن مين؟ الدايركتوري اللي على مين؟ اللي على السيستم. عشان تدخل هنا لازم تكون السودو. طب لو اسماء، ما هي اسماء يوزر عادي مالهاش صلاحيه مين؟ السودو. طيب فمش هتعرف تتحرك بره الفولدر بتاعها اصلا، بره البروفايل بتاعها مش هتقدر تتحرك. فبنبدا نشوف بقى نتنقل بقى ازاي ايه الثغرات اللي عندي اقدر من خلالها اوصل لمين؟ للروت، ومن خلال الروت اقدر ادخل على اللي انا عايزه، واخش اجيب الفلاج من جوه وايه ادي الموقع الفلاج بتاعه. خلاص انا كده ايه خلصت الماشين. تمام. طيب قلنا عندنا هنا خلاص، قلنا الفايند، قلنا لوكيت، الكلام ده كله. طيب لوكيت ده بيعمل لي، قلنا بيفايند ايه؟ فايلز باي ايه؟ باي نيم. طيب والفايند هنا بيسيرش فور ايه؟ فايلز جوه الدايركتوري. طيب عندي هنا بعض السيرفيس، هنتكلم عن السيرفيس اللي بتبقى شغاله، حاجه مثلا زي الاس اتش، الاتش تي تي بي اللي هو البراوز، الكلام ده كله. الناس دي بتبقى ديسيبل معايا، اول ما بتشغل الجهاز بتاعك بتبقى ايه؟ ديسيبل. طيب تعالى نقفل كده الويندو احنا مش عايزينه، ونفتح البارو، نفتح حاجه زي البارو. طيب التول دي بتبقى ديسيبل مش شغاله معايا. ليه؟ لان هي بتاخد بروسيس من الجهاز، بلس ان هي بيبقى لها يوزر وباسورد باي ديفولت. بيبقى لها يوزر والباسورد بتاعها ايه؟ باي ديفولت. مش انت لما جيت عملت الكالي كان اليوزر بتاع اليوزر والباسورد ايه؟ واللي جنبك واللي ورا اللي كاري، صح؟ طيب فانت لو الراجل ده ما يفتح بس كده فتح. طيب الراجل ده لو شغال مشغل اس اتش مثلا، لسه مشغل الجهاز وشغل مين؟ الاس اتش، فانت اوتوماتيك اصلا لو بحثت على النت هتعرف ان اليوزر والباسورد الديفولت ايه؟ كالي، هتقدر تخش تاكسس عليه، صح؟ طيب تعالى نعمل هنا مثلا سيرفيس اس اس اتش ستاتيوس، نشوف حالتها ايه. قال لك هنا ايه؟ اكتف. هي الطبيعي ما تبقاش اكتف، ده انا بس ايه مشغلها. تمام. طيب لو عايز اوقفها بقول له هنا ايه؟ ستوب. بقول له هنا ستوب. عايز طبعا اليوزر والباسورد بتوع مين؟ الروت، عشان ما قلناش سودو قبلها. فلو جينا هنا عملنا ستاتيوس تاني لقيناها ايه؟ اناكتف. ده اناكتف مش ايه؟ مش شغاله. طبعا عشان اشغلها بقول له ايه؟ او ستارت، او هيطلب مننا اليوزر تاني. يلا يا حماده شغل، هو شغالها اصلا انا مش واخد بالي، انا واقف مستنيه يشغل. طيب اكتف، قال لك ايه؟ دي شغاله معايا اكتف. طيب تعال نبص مثلا على الاي بي بتاع الماشين دي. تعال نبص على الاي بي. قال لك هنا 10 كام؟ 5. اليوزر اسمه ايه؟ مايكس. تعالى كده نقول له اس اس اتش مين؟ مايكس على 10 5. هنا قال لك انا عايز ايه؟ الباسورد. الباسورد لو باي ديفولت زي ما انت عارفه هتقدر تخش جدا، هتكتب اليوزر كالي، والباسورد هتقول له ايه برضو؟ كالي. كده انت دخلت على الماشين، كده انا هناك على الماشين الثانيه. قال لك يمين بارت سكيورتي، مين اللي هنا؟ مايكس. مين اللي هنا؟ لو جينا هنا نفس الراجل اهو. تمام كده انا واقف هناك فين؟ على الماشين اللي هناك. تمام. قلت له هو ماي، قال لك انا ايه؟ مايكس. تمام. قلت له هوست نيم، قال لك انا اعطاك اسم مين؟ الفيرتشوال ماشين. فاذا انت واقف هناك
قلت له اي بي ايه، قال لك انا مين 10/5. كده انت واقف على الماشين هناك. فعرفت خطوط الموقف فين؟ الخطوره فين؟ ما ينفعش، لازم السيرف دي تكون مقفوله، ما ينفعش تكون ايه مفتوحه كده. لو مفتوحه اي حد اول ما انت هتشغل جاي تريك داخل عندك على طول. شكرا. طيب كذلك الاتش تي بي، كذلك برضو مين الاتش تي بي. تعال نبص برضو هنا نشوف الاتش بي شغاله ولا لا. نشغلها كده. تعال نشوف الاتش تي بي، او اسمها اباتشي سيرف او اباتشي 2. قال لك ايه برضو مش شغاله. طب هنشغلها ازاي؟ قول لها ستارت. تعالى كده نقول له ايه سودو عشان ما يرجعش كل شويه يقول لنا ايه هات الباسورد. اه نقول له ايه ستارت. طيب بعد كده ستيتيوس تاني نقول له ايه، هيقول لنا ايه؟ قال لنا الراجل شغال والدنيا تمام اكتف وزي الفل. طيب لو جينا هنا خلاص هنا عارفين. تعالى مثلا نجرب من البراوز. تعالى نجرب على البراوز. الراجل ده كان كام؟ 10/5 صح؟ كان كام؟ 10/5. نيجي هنا نقول له والله 10/5 مثلا. ما ظهرلهاش ريزلت صفار. 10/5. يا عم انا مش عايز دي برضو. مستنى اما اكتب. طيب قال لك الراجل ده فين؟ عندي مين؟ خلاص ده الراجل احنا شغلنا الاتش تي بي هناك، فالسيرفيس شغاله اهي. واللي احنا شغلناه كان اسمه ايه؟ اباتشي. ده ويب ابلكيشن اسمه ايه؟ اباتشي. طيب لو رحنا هناك مثلا عايزين نروح كده عند الاباتشي ده. خلاص يا عم الغينا، عايزين نروح عند الاباتشي. نروح كده الاباتشي فين؟ عند الفار 3W اتش تي ام اي. هو مين؟ الاباتشي. طيب عندنا هنا لاب تاني جوه. تعالى كده نخش عليه من عندنا. نيجي هنا كده. كده كده شغاله بس عايزين نشوف ايه الدايركتوري بتاعنا. طيب ده لاب من ضمن اللابات. ما علينا. المهم ده لاب بتاع السيكوال، هنجيله لما نيجي نتكلم على السيكوال والكلام ده كله يبقى ابلكيشن هنيجي نتعامل معاه. المهم ان الراجل هناك دلوقتي هو شغال ايه؟ ويب سيرفر. هو شغال ويب. فبرضه لو دي متفعله اوتوماتيك والراجل ما فيش اي حمايه ما فيش اي سكيورتي على الويب، هتقدر بسهوله انك تستغل الموقف ده وتخش اتاك عنده على الماشين بتاعته. تمام. طيب دي برضه ايه من ضمن البورتات او التول اللي عندي. لو جيت هنا وقفلنا الكلام ده قلت له ايه؟ قلت له هنا ستوب. قلت له ستوب. تعالى نروح عند الكالي تاني. تعالى نعمل ايه؟ قال لك ايه؟ خلاص الدنيا ايه وقفت. الراجل مش شغال معايا. خلاص تقعد تخبط من هنا للصبح. خلاص ايه الراجل مش شغال معايا. طيب فدي تول هي باي ديفولت بتبقى موجوده معاك وما بتبقاش شغاله. طيب ركز معايا. انا عندي امرين. عندي ممكن اقول له سودو سيرفيس واقول له اسم السيرفيس اباتشي اس اس اتش مش عارف ايه كل الكلام ده كله، ادي له الكوماند بتاعها ستوب ريستارت ستاتس الكلام ده كله. وعندي ممكن اقول له سودو سيستم سي تي ال وادي له الكوماند تشتغل وبعد كده اسم الايه السيرفيس بتاعتي. ايا كان منهم الكوماند هتشتغل معاك. طبعا بتكلم بالنسبه لكالي. في توزيعات ثانيه لازم تقول له ايه سيستم سي تي ال، انما بالنسبه للكالي الاثنين بيتعامل معاك عادي مفيش مشكله. هيعمل لك الامر ايه بتاعك. طيب تعال نروح لاخر حاجه معانا كده ايه اللي هتعامل بيها وازاي اعمل انستول لتول معينه عندي على الكالي. ازاي اعمل الاول كده اول حاجه ابديت وازاي اعمل انستول وازاي اعمل ابجريد للنسخه بتاعتي احدث النسخه بتاعتي وكل الكلام ده. طيب ازاي اعمل ابديت من اسمها؟ بيقول لك ايه اي بي تي ابديت. يعني لو جينا كده ده خلاص احنا مش عايزينه خليه. لو جينا كده قلت له ايه اي بي تي ابديت دي معناها ايه؟ اللي هو بيعمل لي ايه ابديت. طيب تعالى كده عشان هو بيحتاج سودو. بيحتاج مين؟ سودو. مش اي حد معدي برضه هيعمل لي ايه ابديت. طيب ابديت هنا في عندي حزم او بنسميها مستودع موجوده جوه الكالي. مثلا الاماكن اللي بيجيب منها التول الاماكن اللي بيروح يجيب منها الكلام ده كله دي موجوده فين؟ جوه الكالي. طيب لما بقول له ابديت هو بيحدث الليست دي. بيحدث الليست دي اصلا. طيب طبعا هنا في ايرور لان انا حاطط اكتر من اي بي على نفس الكارت فهتلاقي حصل ايرور. ما علينا. المهم ان انت بتقول له ايه اي بي تي ابديت فهو بيحدث لك الليسته دي عشان كده ما بتاخدش وقت. طيب انا عايز اعمل ابجريد بقى للنسخه ذات نفسها. بقول له ايه تشيل ابديت وتقول له ايه ابجريد. تمام بتشيل ابديت وتقول له ايه ابجريد. طيب بس انا هنا مش هيطلب ابجريد وعندك برضه لما تجرب مش هيطلب ابجريد لان انت اصلا لوكال وانا هنا عشان اعطي اي بيهات لوكال فهنحاول نفصل الكلام ده بس ايه من اول بكره. المهم
انه هنا هيطلب منك، هيبدا يحصر الناس اللي عندك، كل التول اللي عندك في ابجريد ليها ولا لا، في ابديت نزل ليها ولا لا، الكلام ده كله، ويقول لك هل موافق خلاص. لان الموضوع ده بياخد وقت، يعني مش تك تك زي الابديت كده، الابديت هيخلص في دقيقه وانت واقف. انما الابجريد لا، هيقعد يعمل تحديث لكل التول اللي عنده، كل النظام اللي عنده هيعمل تحديث ايه شامل لكل حاجه عنده. طيب ده بالنسبه للابديت. وبالنسبه لمين؟ طيب انا عايز انزل تول معينه، بس عايز اشوف هي موجوده اصلا ولا لا. انا عايز مثلا انزل حاجه زي الاباتشي، يعني مثلا انزل حاجه زي الاباتشي، بس انا مش عايز انزلها الاول. اقول له مثلا سودو اي بي تي داش كاش. طيب عايزين ننزل حاجه زي الاباتشي، ماشي مفيش مشكله، انزل حاجه زي الاباتشي. مش هنا يا عم، مش هنا. طيب انا مش هنزلها لسه، انا لسه عايز اعرف معلومات عنها، عايز اعرف الدنيا موجوده ولا لا، الكلام ده كله. طيب فبنعمل ايه؟ بنعمل عمليه سيرش، نعمل عمليه سيرش. فبنقول له هنا ايه؟ سيرش مين؟ اباتشي 2. طيب هنا عمل لك سيرش على كل حاجه اسمها ايه؟ اباتشي. لو جينا هنا نجيب اول حاجه معانا، واللي هي مين؟ اباتشي 2 بس. قال لك دي مين؟ ابلكيشن اتش تي بي سيرفر. خلاص انت عرفت ان الراجل ايه؟ موجود. طيب الراجل موجود، طب عايز اعمل شو عنه. انا عايز بقى ايه؟ امسك ده كده واعمل شو عن الراجل ده. مش ده الاسم بتاعه؟ خد بالك ان هنا داش بن دي اسامي مختلفه، دي تولز تانية. فهقول له هنا ايه؟ اي بي تي شو اباتشي 2. هنا عرض لي ايه؟ كل حاجه عن الاباتشي، هو الفيرجن رقم كام، الراجل ده بيعمل ايه، الحجم بتاعه ايه، المصدر بتاعه مين، مين اللي ايه، مين الناس المطوره للراجل ده، الموقع بتاعهم، كل الكلام ده بيرد لك معلومات عن السيرفيس دي او التول دي. تمام؟ حد هنا فيه مشكله؟ سهله؟ طيب ده لو عايز اعمل انستول او لسه ما عملتش انستول، لسه عايز ايه؟ اشوف الراجل ده موجود ولا لا، وعملت سيرش عنه، عرفت هو بيعمل ايه والدنيا تمام، هبدا انزل ايه؟ التول. طبعا انت الكلام ده مش هتعمله، ده اكيد يعني، انت كده كده عارف التول بتاعتك تك تك هي اصلا جاهزه. تمام؟ بس جاست ايه؟ لازم تبقى برضو ايه؟ عارف الدنيا وملم بالحاجه يعني. طيب انا عايز اعمل له بقى انستول، بقول له ايه؟ بقول له هنا سودو اي بي تي، بس بقول له انستول، واقول له ايه؟ اباتشي 2. تمام؟ طبعا هو كده كده موجود عندنا. تمام؟ بعد كده تقول له يو، خلاص انتر، فبيبدا ايه؟ ينزله لك، مفيش اي مشكله. طيب عايز امسحه، عايز امسحه، هقول له ايه؟ ريموف. يبقى بدل انستول هقول له ايه؟ ريموف، واقول له انتر. الراجل بيقول لك ها موافق ولا لا، فاحنا هنقول له لا عشان احنا عايزين. ماشي؟ تمام؟ اول مجرد ما تقول له اوكي، خلاص الراجل ايه؟ هيشيله لك من عنده. تمام؟ انا لسه عامل له ابديت، خلي بالك ما تقلقش، عشان كده ما حملش حاجه. ماشي؟ طيب ده لو عايز ايه؟ اشوف الدنيا. قلنا لو عايزين نعمل سيرش عن ايه؟ عن طول معينه نشوفها، هي مش موجوده عندي طبعا، بس كده كده الكالي بينزل لك بكل التول فيه. لو هتستخدم مثلا توزيع زي الريد هات، تنزل لك فاضيه، في توزيعات من الكالي بتنزل لك فاضيه ما فيهاش اي حاجه، بتبدا انت تنزل. انما الكالي لا، هو الكالي بينزل لك يا باشا حتى بالاباتشي بكل حاجه، انت بس ايه؟ شغل السيرفيس اللي انت عايزها وابدا ايه؟ انطلق. وفي كل حاجه يعني، انت مثلا لو جينا هنا في الكالي، تعالى هنا كده في الكونتينرز بتاعتنا، انفورميشن جاذرنج، الايه؟ فولنربيلتي اناليزي، الويب ابلكيشن اتاك، الداتا، الباسورد اتاك، الوايرلس، كل حاجه لها موديول اصلا لوحدها، الاكسبلويت، السنيف، والسبوفنج، والبوست، في ايه؟ في ليله هنا. تمام؟ كل حاجه لسه جواها ليله ثانيه. تمام؟ لسه عندك تول ثاني للباسورد اتاك، لسه عندك ايه؟ لسه عندك كل حاجه فيها تول كتير، فانت عيش. تمام؟ طيب فهو بينزل لك مجهز بكل الكلام ده كله. طيب ابت ريموف قلنا بتعمل ايه؟ طيب لو قلت له بيرج، دي معناها ايه؟ اقول لك معناها ايه. مش احنا عندنا الاباتشي، مش ده ابلكيشن صح؟ وليه فايلات، ليه فايلات بيسيبها متسجله عندي على السيستم صح؟ زي الابلكيشن بتاعت الويندوز، تيجي مثلا والله شغال على اي حاجه بتاعت مونتاج مثلا، فهتلاقي البرنامج بتاع المونتاج مثلا بيسجل في الدوكيمنت. تمام؟ وهو اصلا موجود فين؟ في السي. فاي حاجه بيسجلها فين؟ في الدوكيمنت، بيبقى مسجل الملفات بتاعته غير ملفاته هو الاساسيه. تمام؟ نعتبرها كده ايه؟ زي ادوات مساعده ليه او مخلفات ليه. طيب لو عايز امسح انا كمان الملفات دي، ملفات السيتنج يعني بنقول عليها كده بالادفانسد، ملفات السيتنج بتاعت التول دي. لو انا مثلا عامل اعدادات على الاباتشي وجيت شلت الاباتشي،
اتفقنا الاباتشي اللي هو ويب سيرفر ويب ابلكيشن صح؟ طيب شلت الاباتشي، هل الاباتشي هيتشال بالفايلات بتاعت الكونفجريشن؟ لا، هيتشال بس الاباتشي. لو نزلت اصدار جديد فهلاقي الفايلات زي ما هي موجوده، هيندمجوا مع بعض عادي. طب لو عايز انا اصلا اشيل الفايلات دي كمان، بقول له ايه؟ داش داش بير. بقول له هنا ايه؟ قلنا ريموف، وباجي قبل الريموف بقول له داش داش بير. تمام؟ مجرد ما تقول له انتر خلاص هيطلب منك الاوكي، قول له اوكي، هيمسح لك كل الملفات الخاصه بمين؟ بالاباتشي دي. تمام؟ ايا كان بقى، احنا بندي نموذج على اباتشي، ايا كان التول اللي معاك ايه. طيب دي باكج معناها ايه؟ اقول لك انا. في بعض التول بتنزلها او اغلبيه التول بتعوز حاجه اسمها باكج، ما بتعرفش تنزلها، مش تلاقيها موجوده اصلا هنا. يعني مثلا بتيجي تنزل تول بتعمل سيرش مش موجود. ليه؟ فاكر لما قلت لك احنا بنعمل ابديت لمين؟ مستودع. الابديت ده، الابديت الاولاني ده بيحصل للمستودع كده، بتسجل عندي في الكالي اللي هي المسارات، ان الكالي بيروح يدور فيها على التول بتاعته. طيب نفترض ان المسار ده او المستودع ده اللينكات دي ما فيهاش التول اللي انا عايزها، ما فيهاش الباكج اللي انا عايزها، بس انا محملها من بره من اوت سورس من اي حته ثانيه. طيب فعايز اركبها عندي على الكالي، بقول له ايه؟ دي باكج داش اي، وادي له الايه؟ الباكج اللي انا جايبها دي، اللي هو الفايل اللي انا جايبه ده، بدي له الاسم بتاع الباكج وبقول له انتر، هو ايه؟ بيعمل له انستول عندي. تمام؟ قصدك مسار من الاتش تي بي يعني اليو ار ال. لا، انا هنا قلت مثلا عندي تول معينه فانا جايبها بره في اوت سورس، عايزه تنزل على الكالي، بس انا معايا الايه؟ الفايل بتاعها، بس هي انا بعمل سيرش بالانستول او بعمل سيرش بالاي بي تي مش موجوده. ليه؟ ما احنا اتفقنا ان الاي بي تي هو بيروح يدور فين؟ في اللينكات اللي معمول لها ابديت دي، يروح يدور هناك التول دي موجوده ولا لا، بيعمل سيرش موجوده، فيروح يجيبها. طب هي مش موجوده، مثلا تول انا شاريها من على الديب ويب مثلا، فعايز اسطبها عندي، هي مش موجوده. طب ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اسطبها، هي باكج بس عايز ايه؟ اسطبها. طيب الكوماند اللي هيسطبها لي ايه؟ دي باكج داش اي، وادي له الايه؟ الملف بتاعي، الباكج بتاعي، هو هيقوم ايه؟ مسطبها لي والدنيا تمام. تمام؟ دي استخداماتها برده معاك لو معاك تول مش عارف تسطبها، او الكالي مش عارضها عنده، شايلها من عنده من السبورت ليها، فبتضطر انت تجيبها من بره وتسطبها انت ايه؟ بنفسك. بس لازم هو يبقى الحاله يعني تعمل داونلود كملف. ايوه انت بتعملها داونلود كملف وبتضيفها عندك. تمام؟ طيب في كوماند كنا المفروض نتكلم عنه في الاول، كان المفروض اول كوماند اصلا نتكلم عنه بس ما علينا. اسمه ايه؟ ساشا صم. ساشا صم. ساشا صم بيعمل لك عمليه حسابيه على فايل معين. يعني مثلا تعالى كده نروح مثلا عند الكالي، نقول له هنا مثلا عند الكالي دوت اورج، نروح كده نبص عند الكالي. طيب لما نيجي هنا للداونلود تحت، تعالى عند فين اللي احنا عايزين نحمله؟ الفيرشوال مثلا. طيب يا عم انا مش عايز الكتاب، دخلني في حوارات ليه؟ هاتها من فوق. لسه هننزلها تحت. طيب نيجي هنا على الفيرجن. قال لي هنا عندك الفي ام وير، في نسخه موجوده لمين؟ للفي ام وير، وفي نسخه موجوده مين؟ للفيرجن. قال لك هنا طبعا ده اللينك الدايركتوري، ده التورنت، وعندنا مين؟ الصم. الصم دي اللي هي مين؟ بص هنا قال لك ايه؟ ساشا 256 صم، وده اعطيك الكود بتاعها. يعني ايه؟ يعني الراجل ده عمل عمليه حسابيه عنده على الجوريزم اسمه ايه؟ ساشا 256. حلو؟ طلع له الرقم ده. المفروض حضرتك عشان تتاكد ان الدنيا تمام بعد ما تنزل الفايل ده او الفولدر المضغوط ده، تعمل عليه نفس العمليه، ولازم يديك نفس الرقم. لو الرقم مختلف يبقى في ايه؟ يبقى في مشكله حصلت، في تعديل، في حاجه وقعت، الكلام ده كله. زي نفس فكره البصمه، عايزين كده نقولها بالبلدي، هي فكره بصمه، بصمه لفايل معين. تمام؟ فالفايل ده انا عملت لك البصمه، بعت لك البصمه، بقول لك الفايل ايه؟ هبعته لك. فانت بتاخد الفايل بتعمل عليه نفس الايه؟ البصمه، طلعت هي الرقم، فخلاص عرفت ان الفايل ده جاي لك سليم. طيب طلع لك في مشكله، البصمه مش زي بعضها، يبقى كده الملف ده ايه؟ حصل فيه تعديل، فيه مشكله. طيب تعال نجربها كده على السريع. نعمل بين البارت وبين مين؟ وبين الكالي، بما اننا فاتحين الاثنين كده، تعالى نعمل بينهم ونقول له هوم، نخش على مايكروسوفت. طيب نجيب له مين مثلا؟
طيب في حاجه هنا ماشي، تعال نجيب اي حاجه من دول. والله ما انا فاكر اصلا الملفات اللي هنا، مين الملفات دي اصلا؟ مين الحاجات دي؟ تمام، اي حاجه ما علينا. طيب هنا نعرض كده ايه كوماند، دي كوماند دي كنا بنستخدمها لمين؟ للاتاك بتاعت الواي فاي، فما علينا. طيب لو قلت له هنا ايه ساشا سم على الكوماند دي، تمام، على الكوماند دي، ايه اللي حصل؟ عمل لك هنا ايه؟ عمليه حسابيه عليها وقال لك الراجل ده كذا كذا. طيب تعالى كده نعمل ايه؟ نبعت الملف ده عندنا هناك على الكالي. طيب انا هبعته بالنت كات، احنا هنيجي النت كات وهنتكلم عليها، بس هبعته بس ايه بالنت كات، نقول له كوماند نبعته هناك كده ونتاكد برضه نعمل نفس العمليه الحسابيه ونشوف الدنيا فيها ايه. طيب احنا هنا داخلين اس اتش اصلا، عمالين نروح ونيجي ليه؟ بس ماشي عشان ما توهكوش. هنا النجل مش عندي، فهقول له نت كات ان في في وادي له الاي بي بتاعها اللي هو 10 5 واقول له اللي يجي لك حطه لي في هنا حاجه اسمها مثلا هاش، مفيش مشكله. الراجل ما لقوش ان سي 10 5 ده ولا لسه؟ مفيش حاجه، على 4 خمسات ما عملتوش البورت، بقول له هنا على 4 5. تمام، هو كده بعت حاجه دي كده بنشوفها كده بتاع التصنت، بس لما نجي لها هنتكلم عنها. طيب لما اجي اعمل ال اس ظهر لي مين؟ الهاش. لما اقول له هنا ساشا سم واقول له هاش، هنا خدت بالك عرض لي كام؟ 255 اخره، واقوله ايه؟ دي اف اي. طيب نيجي هنا، فين الراجل؟ اوله كام؟ دي اف اي واخره كام؟ 255. يبقى الراجل ده وصل لي سليم. الراجل ده وصل لي ايه؟ سليم، ما فيهوش اي مشكله. طيب لو جيت كده قلت له كات هاش ده، يا عم خلاص تعالى نعدي عليه خلاص. هنا عندنا هاش، عملنا ايه؟ نفس العمليه. لو قلت له مثلا نانو هاش ده، طيب تعالى هنا نضيف اي حاجه، يعني تعالى نضيف اي حاجه هنا في النص، اي حاجه مش مشكله، ونسيف الكلام ده ونرجع نعمل نفس العمليه. هدي نفس الرقم. طيب لو خدت بالك هنا اخره ده اف دي اف بي 6، هنا 255، هنا 858 هنا، فالاصلا الرقم كله اتغير. الرقم كله ايه؟ اتغير، العمليه كلها ايه؟ اتغيرت. تمام، فالمشكله دي عرفناها بتاعت الايه؟ بصمه. لو عايز ابعت لك ملف الكلام ده كله، فنعرض ايه؟ نعمل عمليه حسابيه عليها. كده كده احنا عندنا اصلا هو بيعمل ساشا على ساشا 1، اورجانيزم ساشا 1. هنا بالنسبه للكيلو اللي وريتها لك دي كانت على ساشا كام؟ 256. فاحنا لسه ايه؟ هنجي لها وهنعرف التحليل ده كويس. لو قلت له هنا ساشا سم داش هير، هيظهر لك حاجات كتير ازاي تغير ازاي الكلام ده كله. تقول له ايه؟ وتدي له رقم الايه؟ الساشه بتاعتك. فدي لما هنجي لها هنعرف يعني ايه 512، يعني ايه 215، يعني ايه الكلام ده كله، يعني ايه الام دي اف، يعني ايه كل الكلام ده كله. يعني هذا قصدك الاستاذ شا ما يعمل شا 1 ما عشان تستخدم هو اوتوماتيك بيعمل 1. احنا هناك عملنا 1 وجينا هنا عملنا برضه 1، لكن في 256 وفي 200 لسه في. يعني من ضمن الحاجات اللي هنتعرف عليها على موقع اسمه سايبر شيف، حاجه زي سايبر شيف كده. الراجل ده هيساعدنا في شغلنا لما هنلاقي حاجات انكود والكلام ده كله، يحاول يعمل لها ايه؟ ديكود. لو جينا هنا عند الهاش، فين الهاشنج؟ عندنا الام دي 5 ام دي 4، عندنا ساشا 0 1 2 3، عندنا ايه؟ عد بقى 205. عندنا مهم شويه ايه حبشتكنات كده، عايز ادخلك فيها دلوقتي لما نيجي للباسورد ونشوف الدنيا دي كلها هنتكلم فيها. تمام. طيب احنا هنا بالنسبه للموديل بتاعتنا. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها اللي هي كي ال سي بي، دي شهاده. يعني ده كده احنا كده خلصنا البيزك بتاعنا، ده كده احنا خلصنا البيزك بتاعنا، عرفنا يعني ايه دبليو سي، يعني ايه بتعمل ايه دبليو سي. غير الحمام دي بتعمل ايه؟ بتعرف لي فيه كام كاركتر، كام لاين، فيه كام حرف، الكلام ده كله. تمام، كام جمله، كام حرف، كام لاين، كام سطر. تمام، قبل ما افتح الفايل. اتفقنا. انا عندي مثلا حاجه زي، تعالى كده، زي مين مثلا؟ زي روكيو دي. لو جيت عملت مثلا دبليو سي على روكيو، تمام، هو هيتاخر شويه عشان بيحسب عمليات حسابيه. بص قال لك ايه؟ حوالي 14 مليون فايل. فانت لو جيت عملت كده كات روكيو
بص مش هتخلص. تمام، فلازم ايه اقف. تمام، فبنبدا نشوف تعرف ايه اللي جوه الاول قبل ما تبدا انت ايه تعرض الملف ده. لان خد بالك حاجه زي كده لو انا عملتها على ماشين تارجت ماشين هيخرجك اصلا بره الاس اتش، او انت الاكسبوت اللي داخل بيه ممكن يكراش قدامك، يبقى انت ضيعت فرصه كانت في ايدك، يبقى انت مش عارف تخش تاني. تمام، هنشوف بقى عمليه ترانسفير واقسمها ازاي واقسمها اجزاء عشان اقراها كويس ازاي، وكل الكلام ده كله هنعرفه مع بعض ايه لما يجي وقتها. تمام، طيب قلنا الكي ال سي بي هي شهاده متخصصه في البيزك كالي او البيزك كالي لينكس. تمام، الكوماند ايه البيزك، شهاده هي شهاده متخصصه في الايه في البيزك والكوماند اللي احنا ايه بنستخدمها. وليها شهاده، ليها شهاده امتحانها حوالي $500 دلوقتي لو ما زادش، يعني بعد الاسعار اللي زادت لو ما زادش وصل ل $500. طيب بيديك بي دي اف وبتديك، هي شهاده معتمده وليها بروسيس، والفلوس عشان ليها بروسيس طبعا لها معتمده شبه معتمده بس يعتبر معتمده، هي في البيزك لينكس. طيب ده البي دي اف بتاعها، هنا عندك الموقع بتاع الكالي، هنا الدوكيمنت لو عايز تشوف عنها شويه، هنا الفروم لو عايز ايه تتبادل مع حد، وهنا التولز بتاعتنا دي شويه لينكات كده عن الكالي كلنا عارفينها طبعا يعني. طيب اخر حاجه احنا عرفنا ايه هو الكالي وسطبناه واتعاملنا مع البيزك وعرفنا مين السيرفيس اللي ايه بقدر ارنها معايا زي الاس اتش الاتش تي تي بي. هنعرف سيرفيس كتير طول ما احنا شغالين. عندنا ازاي بعمل سيرش على تول معينه، ازاي بعمل لها انستول، ازاي بعمل لها ايه ريموف، وشفنا في الاخر مين الدوكيمنت بتاعتنا لو انا عايز اقرا شويه عن الكالي وكل الكلام ده. تمام، طيب وما تنساش قلت لك التاسك بتاعك ايه، انك هتعمل اد يوزر تدي له صلاحيات الصوت. تمام، ما يهمنيش، انا مش بقيدك، تشوفها بقى من على النت، تشوفها من حته، تشوفها من هنا، تشوفها من هنا، المهم ان انت تحاول توصل للمعلومه او التارجت اللي في دماغك. تمام، لان بعيد تاني احنا اتفقنا من امبارح قلت احنا مش بنمشي بمنهج، احنا ماشيين بتكنيكات. تمام، انسى بقى اللي انت ايه الناس اللي خدت قبل كده واخده على المنهج، لا احنا ما فيش هنا ايه منهج، انت بتمشي على تكنيكات. يعني ايه؟ يعني ممكن مثلا اقول لك والله ممكن اجي كده انا شغال معاك اقول لك في والله ثغره فلانيه في الحته دي. طيب يا جماعه احنا مش عارفين، طب بقول لك ايه، ما تيجي نضيع وقتنا كده نص ساعه ولا ساعه ونقعد ايه نحاول نشوف لها حل. تمام. تمام، ممكن نعمل الورك جروب دي في اي وقت، ممكن في اي وقت كده اقول لكم والله في تارجت اهي موجوده. طيب تعالوا كده نقعد وانا معاكم، مع ان انا عارف الثغره بس عامل نفسي مش عارف. تمام، واقول لكم ايه انا معاكم، تعالوا ايه نخش كده نكسبلوت نشوف الدنيا. ماشي، تكنيكات كده، تعالوا ايه نمشي الدنيا كده ونتحرك شويه. ماشي خلاص تمام، عرفتوا التاسك بتاعكم، عرفتوا الدنيا، عشان من بكره هنبدا بقى نركب الدنيا دي ونشوف، وانت ذاكر. ماشي والله هنفخك، انت حر. ماشي انت حر انا قلت لك. تمام، ترفع لنا البي دي افات معلش يا باشمهندس. انا عايز بي دي افات ايه؟ البي السلايد دي اف دي دي السلايدز دي ترفع لنا معلش. هرفعها لك حاضر ما تقلقش، تمام. ما تزعلش هرفع لك السلايد. ماشي. هو شابط في الاستاد من امبارح مش عارف ليه، مع ان احنا اصلا شرحنا كله مش عليها، بس ماشي. لا علشان بس الكومنتس اللي عليها. الكوماند اللي عليها ما فيش مشكله، حاضر هرفعها لكم النهارده كده، ولما تكمل باذن الله عشان هي لسه بتكمل يعني لسه ما كملتش الاخر، لما تكمل الاخر هرفع لكم لحد العاشر ولا ال 11، وما نكمل الاخر هنرفع لكم الايه الباقي. هرفع لكم ماشي يوم بيوم ما فيش مشكله نرفع لكم. هو ايه ايه الباروت او اس ده يا باشمهندس؟ البارود دي توزيعه زي الكالي كده، توزيعه برضو زي الكالي كده، بقدر اتعامل من عليها برضو كل حاجه. تعالى كده القي نظر عليها بدل ايه بالمره، بدل ما انتوا جبتوا سيرتها. بارود اي او اس بارود سكيورتي، هي من ناحيه جرافيك هي احسن من الكالي جرافيك بس، لكن في التيرمينال لا الكالي احسن بصراحه. يعني بص شكل التيرمينال هنا عامل ازاي، فلو جينا عملنا تيرمينال ثانيه كان الاول هو احسن من كان الاول كان البارود احسن من الكالي في التيرمينال كمان، فدلوقتي لا بقى الكالي هو اللي افضل منه فين الترمينال، شكل الترمينال ذات نفسها. تمام، يعني هو نفس الشغل هو نفس الكالي. الشغل، بس بص معايا هنا هو نفس الشغل، بتلاقي كل حاجه موجوده فيه، فين البنتريشن، ادي البنتريشن بتلاقي كل حاجه برضه، انفورميشن جاذرنج، وادي الايه فولنربيلتي اناليسيس، وادي الويب ابلكيشن، بتلاقي كل التول برضه موجوده هنا عادي ما فيش مشكله. نفس التول اللي هنكون ضافوا تول ادفع عليها. لا نفس التول، مش محتاج يعني التول اكتر دي بقى، انت لو حاولت ايه تشوف كده الدنيا لو انت تول يعني حاجات الشاذه قوي دي مثلا زي البي في التول بي في الكلام ده كله ما تلاقيهاش، ممكن تنزلها عادي. فاهمني؟
لكن هو نفس التوزيع عادي، بس الشكل مختلف شويه. هنا في اكتر من ديسك توب، لو بتستخدم اكتر من ديسك توب. هو من الناحيه الواجهيه كويس، لان هو اصلا عنده شركه، اصلا شركه لوحدها متخصصه هي اللي عامله بس الواجهه الايه، الجرافيك دي. فهو سهل يعني، هو بالنسبه للكالي كجرافيك سهل. بس دلوقتي الكالي بقى زيه يعني، مش محتاج حاجه. الكالي خلاص بقى نفس الكلام. الاول كان معقد يعني، الاول كده من 5 سنين ولا من 4 سنين كان الكالي الواجهه بتاعته الجرافيكيه معقده، يعني تتعامل بالكوماند يا ما تتعاملش اصلا، تكره نفسك. فكنا بنروح لمين؟ للبارت، كانت الدنيا سهله معاه. لحد ما دلوقتي خلاص الكالي ايه، تفوق على الموضوع دوت، والبارو ركن على جنب. ماشي.